سالي سكري عاملين شغل هايل على السوشيال ميديا وبالذات على التيك توك، وده ولا هو اعلان مدفوع الاجر ولا هو اعلان مدفوع الاكل، ولو هو اعلان هيبقى للايجنسي اللي انا ما اعرفهاش اللي عامله لهم الشغل الجميل ده. بيعملوا فيديوهات لطيفه، بتطلع اللي شغالين في المكان على ان هم بني ادمين منطقيين، وبيتكلم على انسايتس. يعني هو مثلا جايب لك واحد من الفيديوهات ان هو واحد شايل من اللي شغالين هناك، شايل شغل طلبات، شايل علب. بعد كده فواحد بيقول له لو سمحت انا مستعجل، فبيروح رامي الحاجه كده بيقول له ايوه تحت امرك يعني، ومكتوب تحت هو ايه، فاهم؟ انت متوقع دايما ان احنا لا نرمي اللي في ايدينا ده عشان خاطر حضرتك مستعجل. فيديوهات كملوا فيها دمها خفيف ولطيفه، وما هياش مفرقعه قوي زي بلبن اللي هو ناجح. يعني اللي بيعملوه ده بلبن ناجح جدا، حد يو كانت ارجيو وذ سكسس. بس هو سليس وكريم مش عايز يمشي في السكه دي. دمهم خفيف واقرب للكاستمر، بس مش بفرقعه بلبن. وفي نفس الوقت هم مش عايزين يخشوا في سكه العراقه واللباقه ونحن نقدم لك ما لم لا خالص. مش عايزين يمشوا في السكه دي خالص. يعني هم اعتقدش كمان ان الجيل الجديد ده بيبقى فارق معاه اللي هو احنا بقالنا 700 سنة بنعمل حلويات او بنعمل منتج او بنعمل اي حاجة. يعني مش عارف، ما اعتقدش يعني. فاللي بيعملوه سليس وكري ده هايل. اعتقد اهبط بقى براحتي، ده اكونتي فانا اهبط براحتي. لو هم عايزين يمشوا في سكة ان احنا بقينا اقرب للكاستمر، لازم يغيروا اللوجو. يعني اللوجو بقى لازم يبقى بقى في الحاجة بقى في دمها خفيف، حاجة مينيماليستيك، حاجة كده. لان هو لسه اللوجو بتاعهم برضو عايش في الزمن الحلويات العريقة يعني. وهم ما اعتقدش انهم عايزين يمشوا كده بالطريقه دي. فتحيه للماسكين الكامبين لسالي سكري وللناس نفسهم اللي هم قال لك تعالوا نقرب شويه من الناس.